السلام بنات، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير يا ربي. المهم ما عرفتش واش دخل عندكم الصيف ولا لا. المهم حنا عندنا الحراره هنايا في اكادير، هذا علاش قديت واحد الصلاه وبغيت نشاركها معكم. كتجيب واحد لاصوص واعره خطيره، كنصحكم باش تجربوها. المهم اول حاجه غادي ندير هي غادي نبدا معكم بلاصوص. عندي كاس مخلط بين زيت بلديه وروميه. حاولوا تغلبوا الزيت الروميه على البلديه باش ما تجيكمش مره. وغادي نزيد واحد البيضه كامله، واحد كيري، وواحد الفص ديال الثومه، وطريقه ديال الملحه، وطريقه ديال الابزار. غنزيد معاهم شي شويه ديال الخل، هو اللي غادي يحيد لنا ديك الزفوره ديال البيض وبحال يطيبوا لنا. وغادي نزيد شويه ديال المطارد صافي، وغادي نخلط كلشي حتى طلع لينا لاصوص. بالنسبه لهاد لاصوص راه المقادير ديالها مضبوطين، يعني كاس ديال الزيت غيجي مع ديك البيضه نيشان. هانتوما كتشوفوا راه كيجي عاقد دغيا كيطلع. بالنسبه للرز انايا سلقته ودرت معاه شويه ديال المقرونيه. كنسلقو ما كنخليهش حتى كيشرب الماء على خاطر، كنخلي فيه الماء باش كتبقى عندي الروزه مفركه على اختها، ما تلصقش ليا. وكنغسلو، كندير ليه الماء بارد وكنغسلو هكا، كنحبس ليه داك الطياب ديالو صافي، ما كيتعجنش ليا. صافي درت هذاك الرز مع المقرونيه، شي شويه ديال الخس، مطيشه سوريز، بصله مشنفه، وشي شويه ديال الثوم. انا درت غير الاسقامري هو اللي كان عندي. درت رشه ديال الابزار وشي شويه ديال الزعتر وخلطت كلشي. المهم هنا كنوريكم كيفاش الرز جا مفرك على بعضياته. كيف ما قلت لكم كندير الرز يتسلق، كندير الماء بزايد، ما كنهبطش عليه البوطه، كنخليها متوسطه هكا دغيا كيطيب ليا. ولو يكون باقي فيه الماء، بان لكم كتشدوا الحبه ديال الرز بان لكم طابت، صافي كتحيدوه من فوق البوطه وكديروا ليه الماء بارد. بالنسبه للمكرونيه انا طيبتها نيت مع الرز، غير هو حتى كي يقرب يطيب الرز عاد كنلوح المكرونيه ما كتحتاجش بزاف ديال الوقت. المهم كندير ليها الماء بارد كيف ما قلت لكم، كندير لهم الماء بارد باش كنحبس هذاك الطياب ديالو صافي، ما كيجيني لا معجن لا حتى شي حاجه، الحبه على اختها. وما كنغطيش، كاين بزاف اللي كيغطيو الرز الصفر، انا ما كنغطيش. صافي درت هنايا فاش خلطت ديك المكونات كاملين درتهم في هاد السليفه، ودرت لهم شي شويه ديال الجبن والبيض مسلوق، ورش عليهم شي شويه ديال السانوج. ممكن ديروا اللي بغيتو. المهم انا لاصوص راه ما خلطتهاش مع لاصالات ديالي، حيت الوالده كتاكل من السوس، درتها خطيطات هكا بها ورافقتها معايا. يعني اللي بغاها غادي يديرها، اللي ما بغاهاش هو خاطرو.